الا راكي باغيه تفرحي العائله تاعك ديري لهم هذا المملحه اللي تجي بزاف بنينه ومقرمشه وما تجيش كاع تشرب الزيت. صدقوني راح تجيكم ناجحه من اول تجربه. ديروا جيم وابوني وتبعوا معايا الوصفه. هنا في بول ديري لي 3 كيسان فرينه، نص مغرف خميره، نص مغرف سكر، رشه مزعتره، توم بودره الا عندك. من بعد ديري 4 ملاعق زيت وبسيهم مليح، ومن بعد لميه بالحليب اللي يكون دافي حتى تحصلي على عجينه متماسكه. خلوها شويه شاده روحها ما تجروهاش. هنا نعجنوها حوالي دقيقتين، من بعد نقطعوها الى 7 كريات، نخلوها تاني ترتاح. ومن جهه واحده اخرى غادي نروحوا نوجدوا الحشو. هنا في مقله جيبي مقله تاعك ديريها تسخن، ديري لها الزيت، من بعد ديري حبه بصله مرابيه في رقيقه، خلوها حتى تتقلى مليح. من بعد غادي نزيدو كميه تاع الدجاج اللي عندك. انا هنايا درت بولياشي، ولا بغيتي ديري فيونداشي تاني ديري غادي يجي شباب. هنايا درت فلفل اسود ودرت الملح وقليتهم غايه. من بعد زدت نصف كاس من الكريمه السائله. هاد الكريمه راح تخليها تجي بشمخه، ما غاديش تجيك الحشو ناشف. هنا حليت بعد ما ريح لاجي حليت الدائره، درت فيها الماء من الحواف باش تبلع عليه هكا بطريقه سهله ما تغبنيش، ودرت هذاك الحشو على شكل مثلث. ودرت فرماج، لا عندك فرماج ربي تاني زيدي ديري وبلعيها على شكل مثلث. في جهه واحده اخرى جبت البيض، حليت حبه بيض بقصتها، زدت لها شويه حليب ولا شابلير، رمت في لا شابلير. وهنا في هذا الاخر كنت درت الزيت يحمى. هنا بعد ما حمالي الزيت نبدا نغلي في الحبات تاوعي. خلوا النار تكون متوسطه باش ما يقعدش معجن، وباش ثاني ما يشربش الزيت الا نقصتو له. هنايا بعد ما نقلي كاع الحبات تاوعي بهذه الطريقه، نعطيهم هذاك الاحمرار الشباب. هنايا بعد ما قليتهم صدقوني راح يجوا بزاف بنان وماشي معجنين.